شكرا ايلون ماسك. ايه شكرا، لان طلعت حقائق ناس بالجمل يا رجل. وهو كان الحق. اش غنقول لكم؟ الحقيقه كتبان غتبان، طوال ولا تقصر الحقيقه كتبان. فضيحه وش من فضيحه. كما قلت قبل لحظات في العناوين، إكس المنصة التي لطالما ظلت ساحة لمعارك خفية يخوضها مشغولون بحسابات وهمية. المنصة أسقطت القناع. رسالة من مغربي لأمير قطر، ما عرفتش واش غتوصلوا أو لا نتصله، ولكن لنسجل يعني الموقف. هذه جريدة أوراس، لسنوات كنا نظن بأنها جزائرية أو على الأقل تداع بطاقم يعيش على أرض الجزائر، حتى جاءت التسريبات الأخيرة لإيلون ماسك أو الصيغة التي أفرج عنها موقع إكس، وهو معرفة مواقع الجرائد أو الحسابات الموجودة على هذه المنصة ديال الإكس. ماسك اللي عمل يعني زي ما بقول كده كشف كل اللجان او معظمها اللي كانت موجوده، وبالتالي النهارده بقى بسهوله تعرف ده هل ده موجود فين في الدوله الفلانيه. الاول ما كناش نعرف. ميزه اللي حصل ده ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك من وجهه نظر ايلون ماسك ومن وجهه نظرنا احنا واللي استفدناه ايه. من وجهه نظر ايلون ماسك هو بيتكلم من منطلق عايز يحد من الحسابات اللي اتعملت من خلال روبوت او بوتس او الحسابات الآلية او الحسابات اللي بتتعمل كتير جدا غير حقيقيه. عند اطلاق منصه اكس لقائمه الحسابات التي تم التحقق منها، يلاحظ مستخدمو هذه المنصه ان العديد من وسائل الاعلام الناطقه باللغه العربيه التي تحظى بمتابعه مئات الالاف من الاشخاص تتبنى مواقف سلبية تجاه الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والمملكة المغربية. ما عاد فيه الحين يجيك واحد حاط صورة بنت مبرقع وكاتب بنت السعودية، حاط 700,000 علم، يبي يثبت لك انه سعودي الا باللي يجيبه، يحط لك نجمتين وهلال ويحط لك وردتين وما ادري يحط وصاعق. ربما ما كتبعوش نتوما، يعني ما كاينش شي ناس ما كيتبعوش هذه المنصه اللي هي اكس، كانت سميتها بكري تويتر، وتعرفوا شنو كيوقع فيها. ما عرفتوا شنو كيوقع فيها. شحال الناس كيدير الكونت وكيحارب المغرب الليل وما لنرى او نكتشف بان هذه اوراس توجد على ارضكم. أنا ما غاديش نقول بأنها مؤامرة من أمير قطر ومن دولته الرسمية على المغرب وعلى ملك المغرب، لأن أمور عدة تشفع لنا في أن لا نشك في حبكم لملك المغرب ولبلاد المغرب. وملهاش أصحاب بجد موجودين، أو إن شخص يبقى عنده أكتر من حساب بيستخدمهم في أي غرض سياسي أو دعائي أو أيا كان الغرض اللي بيستخدمه. فهو عمل ده عشان يبقى فيه نوع من أنواع الشفافية. ولكن أنا بالنسبة لي يعني هقولها كده بمصطلح عادي، هي مقصة حرامية. دي مقصة حرامية. بالإضافة إلى انتقاداتها لمشاريع مغربية مثل الميناء المتوسطي في طنجة، الغالبية العظمى من هذه الوسائل الإعلامية كانت تتخذ من قطر والجزائر مقرا لها. للأقنعة بلد إنشاء الحساب، تاريخ إنشاء هذا الحساب والدولة التي يستخدم منها. لم تعد هذه الأمور اليوم سرا. حسن بن ربح. تريلة باكستاني دي مو بحساب، انت تشوف حساب مزبرق تحسبه محط على خط، لا هذا حساب واحد يقبع وراه واحد سطلان في جزر القمر، واي انجاز سعودي يكون ضده. هو ما يدري وش السالفه، هو سطلان اصلا، فاهم انت؟ هو اصلا ما يتكلم بالاشياء دي الا اذا سطل. ما عرفتوش بان هذه الروينه اللي وقعت هذه الايام في المغرب مع هاد التجهيزات ومساكن ولادنا ما مهم تابعين شي كونت خارجين كيغوتوا في الشوارع، راكم عارفين، وشي الناس كيلعبوا بهم في هذه الكونت. اولا دفاعكم عن المغرب مغربيه الصحراء في مجموعه من المحافل الدوليه. ثانيا المنظر الجميل الذي عشناه معكم في كأس العالم قطر وانتم ترفعون العلم المغربي تشجيعا للمنتخب الوطني. ولكن بغينا نقول لك لماذا تصمت؟ لماذا يا امير قطر تصمت؟ حضرتك منصات التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك وانستجرام والحاجات دي كلها معروف ان من الاساس بيبان الاكونت معمول منين او البيج اللي انت عاملها من انهي دوله وعليها كام ادمن وحاجات من هذا القبيل. فبالتالي الناس بتبقى عامله حسابها اللي عايزه تعمل حاجه ومن الاول بيغطي نفسه. مما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذه التوجهات. في الساعات الأخيرة شهدت منصة إكس اختفاء مئات الحسابات بشكل مفاجئ وكأنها تبخرت في الهواء بفعل الرياح. ما كان يثار همسا بات الآن حقيقة بادية للعيان عندما أماطت منصة إكس اللثام عن جزء فقط من الحقيقة. إيلون ماسك رمى بكرة النار في وجه الدول التي اتخذت من الويب خلفية قذرة لمهاجمة دول أخرى بعينها كالمملكة المغربية ضحية الحسابات الوهمية. الكشف عن البلدان التي ترعى هذه الحسابات تغذيها وتسمنها، بل وتوفر لها الحماية الإلكترونية. شيك لي يوم انهم انقفطوا، اللي قام يصور في مطار واللي كان في بعثة واللي يقول بسكر الحساب انا مشغول. ايه اعرف هذه الفرقة هذه انا اعرفها. استبسال في المخارج غير طبيعية. مهم، وخا ما عنديش مع هاد مول منصة اللي هي اكس
هو ايلون ماسك. الصراحه ما عنديش مع الافكار ديالو، ولكن في هذه شابو وبرافو عليك. على لوبيات تنشط على أرضكم تريد سوءا بالمملكة المغربية. بالأمس بثت القناة الجزائرية تقريرا وصفت فيه أمهاتنا وأخواتنا فانتفض صحفي مغربي يشتغل على أرضكم في قناة الجزيرة، فعوض أنكم تدافعون عليه أو على الأقل تقفون مع الحق، وجدنا أن هذه القناة طردت هذا الصحفي لأنه هاجم أو دافع على نساء بلده. لكن فكره انك تكون مستخبي ومطمن وقاعد عامل حسابك ان ما حدش شايفك وهوب فجاه تشن عليك الغطا، فكانت يعني بصراحه مقصه حراميه. النهارده من امبارح بلاقي آلاف الحسابات اتقفلت. دي حقيقه. وده يخلينا نقول حاجه مهمه. أيوة. ان منصات التواصل الاجتماعي عندها القدره على الحد من هذه الحسابات. هذه الحسابات التي كانت تتصيد المغرب بلا هوادة وتبث سمومها بلوكنات ولهجات مصطنعة سقطت في أول اختبار للصدق عندما انكشف المستور. لقد اتضح أن أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا يعيشون في العواصم التي ادعوا أنهم ينتمون إليها. لكن مقفوط ما فيها كلام. بقول للجميع شوفوا يا جماعة الخير، مهما كشفتوا ناس في أي دولة عربية مسلمة لا تعمم على الكل، لأن في أي دولة في الصالح والطالح. ايلون ماسك علاش دار واحد لا ميزاجور جديده، وفي هاد اكس دابا يمكن تشوف جامع الحسابات، شكون مولاهم، بلادهم منين كيتصاوبوا، مهم كلشي تشرش. بالأمس كذلك رأينا مجموعة من المنابر الإعلامية تنشط من قطر. اذا كان هي كشفتها لنا، نعم. ما هي شايفاها من الاول. نعم. طيب ليه بقى المنصات دي ما بتشتغلش بالشكل اللي يليق نعم. باسم المنصه؟ نعم. والحاجات اللي يبقى فيها تحيز او ما تبقاش فيها مزيفه، وما تبقاش بكفتين. ده انا لقيت واحد من الاسماء، عايز اقول لحضرتك قبل ما تكمل، عنده 76 حساب. شخص واحد. بل كانوا في قطر والجزائر. اليوم جاء الفجر الذي كشف الأوراق وسقط الأقنعة ليظهر بوضوح من هو الصادق ومن هو الوظيفي. مع بزوغ الحقيقة اختفت الحسابات التي كانت تزمجر ليلا. هذا لازم تعرف أن في كل مكان في العالم في الصالح والطالح. ما أقول إلا الله يديم لنا الأمن والأمان والرخاء ويخلينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. هادو اللي كيحاربوا المغرب دو ماتين او سوار، اللي كيخرجوا هاد الكذوب على المغرب، ولا كيلعبوا بالعقول ديال الشباب ديالنا حتى خرجوا للشوارع. تعرفوا منين؟ غنقولها لكم، من عند الجيران. اغلبيه ديال هذه كونت من عند الجيران. حضرتك متخيل ده يعمل ايه؟ بص حضرتك، دلوقتي في تطبيقات موجوده بتنزل على الكمبيوتر تقدر من خلالها، هي اسمها بيبقى كنترول بانل، يعني زي لوحه تحكم، تبقى فاتح عليها مجموعه من الحسابات، بخلاف ان في مواقع ويب سايتس باشتراكات بتدير الحسابات. فدي تعتبر زي شبه لجان، هي مش معموله عشان تبقى لجان، ولكن هي معموله حضرتك عندك حساب فيسبوك وانستجرام وتويتر وكذا حساب، عايز تنزل خبر عليهم كلهم، هتفتح كل منصه وتنزل خبر، مجهود عليك، خاصه لو حضرتك شركه دعايه واعلان وبتدير حسابات لاشخاص عامه او ناس معروفه او مؤسسات. 3 معطيات: بلد إنشاء الحساب، تاريخ إنشائه، والدولة التي يستخدم منها الآن. لم تعد من المحظورات في منصة إكس، والمعطيات جعلت كرة ماسك أكثر اتقادا واشتعالا. المنصة لطالما كانت قوة كبيرة في صناعة الرأي العام العالمي، باتت مهمتها مستعصية، حبلى بالأخبار الزائفة، الحسابات الوهمية، الشائعات والروايات الكاذبة المصطنعة، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس. هذا المشهد يعكس درسا مهما: الوطن قد يتعرض للهجوم لكنه لا يهزم، والأكاذيب قد تصنع لكنها لا تدوم. واكتشفوا أيضا بأن حتى في قطر مهم هاد الناس كاملين اللي كيلعبوا في المكم في هاد لي كونت وكيحاربوا المغرب ما عرفوش بان انسان المملكه المسلم والشريف. فبالتالي بتدي لك منصه تسمح لك تحط عليها عدد كبير من الاكونتس، مئات الاكونتس حسب حجم اشتراكك قد ايه، عشان تنزل خبر في حته يتم انتشاره وان هو يعمل له بوست في كل الاماكن الاخرى. ولكن الناس بقى اللي هي حبايبنا الحلوين بيروحوا يشتركوا على المنصات دي لاستخدامها في اغراض اخرى. إن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول، حيث يتجلى الصراع بين الحقيقة والباطل، ويظهر جليا أن محاولات التشويه لن تنجح في إخفاء الواقع. في ظل هذه الأحداث يعود المغاربة إلى المنصة بقلب واحد ولسان واحد، متابعين هذا التحقيق الرقمي بشغف كبير. جنحت لهذا الخيار الجري من أجل تبرئة نفسها من أولئك الذين يديرون خيوط اللعبة القذرة في الغرف المظلمة خلف الحواسيب والنقرات التي تثير النعرات. التحديث الجديد لمنصة إكس أثار اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام بمختلف مشاربها. إن يحط عليها أكونتات وهمية. نعم. بعد اللي حصل بيبان الآتي: تاريخ إنشاء الحساب، أيوة،
البلد اللي بيتم استخدام الحساب او تم انشاؤه منها مع الاسامي بتاعه الحساب. يعني حضرتك النهارده انا اسمي وليد حجاج، بعد بكره غيرته محمد احمد، بعديه علي حسين، بيبان يقول الاسم اتغير 3 مرات، ودي الاسامي اللي كانت موجوده على الحساب. بسببكم المغرب خسر تنظيم كأس العالم 2026. غتقول لي كيفاش؟ لما كان عندكم الحصار في قطر وحاصروكم اخوتكم الخليجيين، اختار ملك المغرب ان يرفع عنكم الحصار، فكانت الضريبه ان اخوتنا الخليجيين الاخرين صوتوا ضدنا في مونديال العالم لصالح يعني الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي نقدر بمنتهى السهوله لو حساب تم انشاؤه في تاريخ قريب بياخد توجه عنيف او توجه سياسي عنيف في موضوع معين، فمش محتاج بقى ان احنا ندور وراه، ما هو التاريخ موجود اللي تم انشاؤه، الكلام اللي مكتوب يقول ان هو يعني مش معتدل مع الدوله اللي طالع منها الاكونت، وهو يفجر معطيات صادمه اعادت رسم وتشكيل خارطه الهجمات الرقميه الممنهجه المتزايده المتسارعه الموجهه باحكام لزعزعه الراي العام. فما كان يعتقد انه حساب ينشر معطيات من مواطن دوله ما، تم اكتشاف انه حساب لا يمت بصله لتلك الدوله. لهذا نقول لك يا أمير قطر تصرف قبل فوات الأوان.